لو انت طيب واجريبل بزياده وبتحب ترضي الناس ومكسوف تقول لا او خايف تكون سخيف وانت بتتفاوض، مش عايز تزعل العميل او الشركاء او الناس اللي شغالين حواليك، عارف ايه اللي هيحصل؟ العميل هيزود التعديلات ويأخر الدفع ويفاصل في السعر، وشريكك هيغير الاتفاق في نص الطريق، والمورد هيرفع السعر ويتأخر في التسليم، وكل واحد فيهم هيقول لك عادي يا عم ده انت ابو الجدعنه. يعني في الوظيفه اللطافه هتخليك محبوب، في العمل الحر اللطافه هتخليك مديون. لو انت بتراعي الناس ولطيف ومتعاون وبتعمل خاطر للآخرين وبتقول حاضر، دي كلها حاجات ممكن تبقى مفيدة لو انت شغال موظف، لان في النهاية في مدير شايل المسؤولية وبيقيم ادائك وبينبسط انك بتسمع الكلام وهو مرتبك بينزل اخر الشهر. لكن في العمل الحر الصفة دي ممكن توديك في داهية. في الدراسة دي اللي شملت بيانات من 20 دولة، لقوا ان رواد الاعمال الناجحين بيتوسعوا ويكبروا ويحققوا نتائج احسن لو كانت الصفة دي عندهم قليلة بشكل ملحوظ، مش عشان هم ناس وحشين، لكن لان السوق محتاج كده.